السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. خبر عاجل هز العالم كله، البرلمان الإيراني أعلن بشكل رسمي إعطاء الضوء الأخضر للمستوى العسكري سواء الحرس الثوري الإيراني أو الجيش الإيراني بإغلاق مضيق هرمز لو تطلب الأمر. والله زي ما سمعت كده، القرار ده مش مجرد تهديد إعلامي ولا شو أو تصريح عنتري حتى، ده تفويض برلماني قانون بيدي إيران الإيد المفتوحة عشان توجه ضربة قوية استراتيجية تهز الاقتصاد العالمي كله. واللي ما يعرفش مضيق هرمز، فمضيق هرمز هو شريان الطاقة الأهم في الكوكب، واحد من كل 5 براميل نفط في العالم بيعدي من المضيق ده. يعني احنا بنتكلم عن 17 مليون برميل نفط يوميا بتتحرك من السعودية والإمارات والكويت وقطر والعراق، وكلهم بيعتمدوا بشكل أساسي على هذا المضيق لتصدير إنتاجهم. يعني لو إيران فعلا نفذت القرار وقفلت المضيق، ده معناه أزمة إقليمية كبيرة جدا، معناه شلل عالمي في الطاقة والنقل والتجارة والاقتصاد. وده مش كلام تهويل، دي حسابات سوق وطاقة وواقع. لكن السؤال هنا، هل إيران نفسها مش هتتضرر من القرار ده؟ الإجابة ممكن تكون صادمة، إجابة محدش كان متوقعها، وهي لا. إيران فكرت في ده من زمان وبنت خطط بديلة بالكامل على مدار آخر 3 أو 4 سنين. إيران مثلا أنشأت ميناء عملاق خارج المضيق، تحديدا في منطقة جاسك على بحر العرب، ومن هناك عملت خط أنابيب ضخم بيوصل النفط من داخل إيران مباشرة إلى الساحل، وبعدين بيتم تحميله على حاملات نفط صينية ضخمة. شوف الخطة عاملة إزاي من غير ما تعدي أصلا في مضيق هرمز. يعني باختصار، إيران عملت لنفسها مخرج استراتيجي من زمان، ولو قفلت هرمز الصين أكبر زبون للطاقة الإيرانية مش هتتأثر بشكل كبير. طب بقية دول العالم؟ تعالوا يا جماعة أحكي لكم الحكاية وإن إيران هتقول لهم تعالوا عيشوا في الضلمة. يعني إيران تقدر فعلا تنفذ تهديدها؟ الإجابة وبمنتهى السهولة. الحرس الثوري الإيراني عنده قوة بحرية كبيرة جدا، وزوارق سريعة وصواريخ بحرية وألغام ذكية وتجربة على الأرض. تقدر تسأل أمريكا عن اللي حصل سنة 2019 لما إيران فجرت ناقلة نفط في الخليج، فاكرين؟ وخطفت سفن وأغلقت المرور بشكل فعلي لمدة 48 ساعة من غير ما تطلق طلقة واحدة بشكل مباشر. كمان لو احنا بنقارن، تعال نشوف اليمن اللي ما عندهاش قوة بحرية كبيرة، لكنها قدرت توقف الملاحة في باب المندب لو تفتكروا، اللي مساحته أكبر من مضيق هرمز وموقعه أخطر كمان. لو اليمن تدخلت وعملت كده، إيران تقدر تعمل أكتر. الموقف ده مش بس عسكري، ده كمان موقف سياسي واقتصادي. البرلمان الإيراني لما يصوت بأغلبية ساحقة ويعلن القرار بشكل رسمي، فده معناه إن المؤسسة السياسية والعسكرية والدينية في طهران متفقة على التصعيد. وده اللي قاله مسؤولين كتار في الإعلام الإيراني. إغلاق هرمز مش تهديد، ده خيار مطروح على الطاولة تحت الترابيزة. لكن خليني أقول لك الأهم، كل ده جاي ردا على الضربات الأمريكية اللي استهدفت منشآت نووية إيرانية في بعض الأماكن. الجانب الأمريكي بيقول إن إحنا حققنا نجاح باهر جدا، لكن الإيرانيين ردوا وقالوا إن المشروع النووي لم يتأثر بشكل كبير. واللي أكد إن الرد ممكن يكون تصعيدي جدا هو ظهور بعض الصور الجوية الجديدة اللي بتكشف إن المنشآت تعرضت لهجمات دقيقة لكن ما تمش القضاء عليها أبدا. من هنا بقى البرلمان الإيراني قال كفاية، المرة الجاية لو حصل هجوم تاني الرد مش هيكون بالكلام، الرد هيكون بإغلاق أهم ممر مائي في العالم، هرمز. رد مش بيستهدف أمريكا بس، ده بيستهدف كل حليف لأمريكا والاقتصاد العالمي. المثير كمان إن القرار الإيراني جه في وقت حساس جدا. الإعلام العبري نقل عن بعض المصادر في حكومة الاحتلال إنهم بيدرسوا وقف الهجمات على إيران، خصوصا بعد الضربة الأمريكية الأخيرة. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي طلع وأعلن بكل صراحة إن القوات الجوية الإسرائيلية عندها ضوء أخضر عشان تستمر في العمليات. يعني إسرائيل بتحاول تدفع إيران للمواجهة، وإيران بترد بإشارات حاسمة تقول لهم إحنا مش هنرد على أمريكا لوحدنا، لكن هنخليكم كلكم تدفعوا الثمن. وده اللي فهمته المخابرات الأمريكية كويس. عشان كده دلوقتي في تحركات في اليمن والعراق، وكلنا عارفين إن الحلفاء الإقليميين لإيران زي الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق عندهم قدرة عارمة جدا إنهم يوجهوا ضربات موجعة لأمريكا من غير ما يكون في صدام مباشر بين طهران وواشنطن. يعني الحلفاء هم اللي هيتدخلوا، إذا كان في العراق
ولا في اليمن، وهيبداوا يضربوا امريكا ويواجهوا امريكا، وايران تبقى بعيده شويه. عشان كده الاهداف القادمه ممكن تكون قريبه جدا، ممكن ما تجيش من ايران لكن من الفصائل المسلحه مثلا في العراق. نفس السيناريو القديم الجديد، امريكا تضرب ايران، تتراجع خطوه، وبعدين الحلفاء يردوا بقوه. لكن رغم كل ده ايران مش ساكته على الكيان الصهيوني، بالعكس يمكن بتعتبره الحلقه الاضعف في العمليه كلها. الضربات الايرانيه الاخيره اللي طالت حيفا وتل ابيب كانت شديده جدا ومؤثره، خلت رئيس بلديه حيفا يصرح ان موجه الصواريخ رقم 19 كانت اكثر موجه دمار حصلت من بدايه التصعيد لحد النهارده. بلغه الارقام الاضرار كانت اكبر من كل ال 18 موجه اللي فاتت، ودي كانت في مناطق حساسه جدا اقتصاديا وعسكريا، كان المواني والكهرباء والمحطات اللوجستيه وغيرهم، والاهم الخوف اللي بيضرب الشعب الاسرائيلي. كل ده ولسه في موجه جديده، الموجه رقم 20 اللي انطلقت بالفعل. وهنا نرجع للسؤال الرئيسي، هل فعلا ايران ناويه تخوض مواجهه شامله، ولا دي رسائل قويه بتوصلها عن طريق البرلمان والاعلام؟ اللي نقدر نقوله ان ايران طول عمرها ما بتلعبش ابدا ورقه العنتريه والقوه ومش عارف ايه. ايران بتلعب هذه اللعبه لما تكون مسنوده بتحالفات زي روسيا والصين، تحالفات حقيقيه. وزير الخارجيه الايراني اعلن من قلب اسطنبول، كان موجود في اسطنبول ورايح موسكو وبيقول لا تفاوض، لا تهدئه، لا تراجع. وده مش تصريح عبثي، دي رساله قويه واعلان موقف رسمي من دوله شايفه ان الوقت مناسب جدا لتغيير قواعد اللعبه، وانها تكون ورقه في اللعبه. قواعد لعبه الخليج، روسيا واوكرانيا، لعبه الطاقه، العين دلوقتي على مضيق هرمز، ولو فعلا اتقفل يبقى التاريخ هيتكتب من جديد، وسعر برميل النفط مش هيقف عند 100 ولا 150، ده ممكن يوصل ل 200 دولار. الغرب كله وقتها هيرقع. امريكا بقى مستعده تدفع الثمن ده. اسرائيل تقدر تتحمل تبعات هذا القرار؟ هل ايران هتضغط فعلا على الزناد، ولا دي مجرد لعبه اعصاب في اللحظه الاخيره؟ ده اللي هنشوفه الايام اللي جايه، وده اللي هنتابعه مع الاخبار اللي جايه، لان الموضوع فعلا يستحق، والعالم اصبح على حافه الانفجار.